تحية مشاهدينا الكرام متابعي قناة الحوار بريس. حنا تنتواجدوا الان في المعصر ديال الزيتون في المنطقة ديال زاوية الشيخ اقليم بني ملال. جينا لهنا باش نشوفوا الاثمنة ديال الزيت شحال واصلة والاثمنة ديال الزيتون شحال واصلين هنا في المعصرة، حيت بزاف ديال الناس تيسولوا شحال دايره الزيت، شحال كتخرج من القنطار، شحال تيخرج. مع السي محمد غادي يقول لنا التفاصيل. شحال دايره الزيت السي محمد؟ الزيت اخويا دايره 90 درهم. 90 درهم. والزيتون شحال داير؟ الزيتون داير 15 درهم. الزيتون داير 15 درهم واصل اليوم. الا شفنا هذا الزيتون هذا اللي داير 15 درهم. لا دابا في هذيك ديال 90 درهم 95 درهم. دابا 95 درهم 95 درهم 95 درهم داير الزيت. 95 درهم داير الزيت. والزيتون شحال داير؟ داير 15 درهم. كيف تشوفوا هذا الزيت اللي داير 15 درهم اليوم، لان دابا الاثمنه كتقلب من نهار لنهار. نهار كل نهار بثمن. تقدر دير دابا ديك 15 ونص، تقدر دير 14 ونص على حسب. دابا الزيت والزيت تقدر تلعب في الثمن، تقدر تطلع وتقدر تهبط. هي دابا كتلعب ما بين 90 درهم و 95 درهم. نقدروا نشوفوا الزيت. مرحبا. شوفوا الزيت اللون ديالها والجوده ديالها، تبعوا معايا. هذه اللي دايره 95 درهم 95 درهم اليوم في المعطى 19 درهم في المعصره. بالنسبه لبيع الجمله مثلا الجمله كنقصوا شويه على 95 ونص. 90 ما مسكاش يعني غاليه ولا خلاص الصوت شويه بزاف خلاص. شوفوا ان الزيت الناس كيف شفتوا تدوز من هاد المرحله هذه كامله على اساس انها تطحن تدوز من المراحل كيف شفنا في الفيديوهات قبل. كتدوز من المرحله هذه كتمشي نيشان هاد العصاره هذه. هاد العصاره هذه هي اللي كتضغط عليها وكتعصرها. فاش كتعصرها كتمشي ديريكت دابا كتمشي الشواش كينزل الماء باش انها تصفى. كتصفى كيمشي الماء من هاد الجهه وكتمشي الزيت وحدها. ولذلك كتبدينا هذا الشيء هذه والطريقه على اساس انها ديريكت كتقوم ديريكت يعني المنزل يعني كتقوم ديريكت وكتمشي. الى شفتي معايا العمليه هي الزيت يعني واجده وخضراء كيف كتشوف نيشان وجوده عاليه. سمعنا السي محمد باش كتميز الجوده ديال باش كتميز الزيت ديال زاويه الشيخ. كنهضروا على الزيت مثلا ديال المناطق الاخرى ديال زاويه الشيخ باش كتميز الجوده عاليه. كاينه الجوده صراحه الجوده كاينه الكل كاين كلشي كاين لا كاين ان الثمن شويه مختلف على المناطق الاخرين. ثمن شي شويه ولكن كاينه الجوده. كاينه الجوده. تحيه لك. شكرا. انت الزيت الجوده والمليح.